يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان مرادنا بعملنا وجه الله والدار الآخرة. إذا أردنا التقرب إلى الله وحده لا نشرك مع غيره، لا نجعل أعمالنا نرجو بها ثناء الناس ومديح الناس وتزكية الناس وتشجيع الناس لله، نريد بها وجه الله، نبتغي التقرب إلى الله لأن الله المستحق لها، الذي خلقنا ورزقنا وسخرنا ما في السماوات وجميعا منه. وهي كل الأمور يجب أن نعظمه جل وعلا ونثني عليه ونخلص له أعمالنا، فليكن دعاؤنا خالصا لله، ولتكن صلاتنا لله وصدقتنا لله وصومنا لله وحجنا لله وبرنا بأبوينا لله وصلة الرحم لله وإكرام الجار لله. يعني ما نأتي من الواجبات لله وما نذره من المحرمات فلله.